اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ان كانوا محسنين فزد من حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم امين. اهلا وسهلا بكل حد جديد معايا في القناه، اهلا وسهلا بكل حد مشرفني في القناه، مشرفيني ومنورني. انا اسمي اسراء، اتمنى من حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا النهارده بقى ديت كبدايه لمشتريات شهر 12. ببدا ان انا اجيب حاجه، خصوصا حاجه السوبر ماركت. ثانيه واحده، رجعت لكم تاني. زي ما قلت لكم بحب ان انا اجيب خصوصا حاجه السوبر ماركت، يعني من قبل بدايه الشهر وكده، علشان خاطر يعني عارفين اللي هو ايه، يبقى بدايه الشهر انا ببقى عامله حساب ان فلوس السوبر ماركت مثلا ببقى عامله حسابها، او يعني بدبرها من مكان، يعني من حته ثانيه كده، وابدا ان انا ايه اجيبها علشان خاطر يبقى الشهر اللي جاي بيبقى للحوم والخضار والكلام ده كله. عايزه اقول لكم يعني ان الفيديو ده فيه مشتريات لحاجتين، مشتريات لمكانين مش مشتريات لمكان واحد. بحاول ان انا اجمع لكم الاسعار من معظم الاماكن، بحاول ان انا اوريكم الاسعار، فرق الاسعار بين كل مكان والتاني. وبحاول ان انا ان على قدر الامكان ان انا انزل لكم المشتريات بالمكان الموجود فيه الاسعار ديت، واعرفكم المكان فيه. هو المكان التاني في كفر شكر، في السوق اسمه سوق الحد تقريبا، سوق الحد. معروف قوي جدا في البلد ديت، بلد كفر شكر معروف سوق الحد هناك. الاسعار حلوه جدا جدا هناك. هنزل لكم مقطع بالاسعار وبالمشتريات اللي هناك، وشوفوا فرق الاسعار بين عندي وبين اي مكان تاني. بحاول ان انا اجمع لكم الاماكن دي. يلا بينا. انا الفيديو دوت لحاجتين، مشتريات لخزين رمضان وكمان مشتريات شهر 12، يعني مجمعه كده شويه حاجات فيه واسعار السوق النهارده. يعني عايزه بصوا لايكات كتير جدا علشان خاطر الفيديو ان شاء الله ربنا يكرم بيه. النهارده معايا اول حاجه طبعا انتوا شايفين باكيتة الملح. فيديو بتاع كرتونه رمضان قلت لكم ان ده اخر حاجه عندي في باكيتة الملح اللي كنت جايباها من رمضان اللي فات. فناويه ان شاء الله ان انا اجيب باكيتة تانية. الباكيتة الاولانيه كانت الكيس الصغير، كان فيها 24 كيس او 26 كيس حاجه زي كده. انا رميت الكيس بتاعها والله. دي بقى ما شاء الله اللهم بارك، تقريبا فيها 12 كيس. 2 4 2 4 6 8 10 اكياس. ال10 اكياس دول لو هتاخدي الكيس من بره، حقيقي والله جبته قبل كده، الكيس من بره هو مكتوب عليه 2 جنيه ونص، لكن بيتباع بره ب 4 جنيه. انا جايبه الباكيته ديت ب 12 جنيه ونص، ب 12 جنيه ولا 12 ونص. ثواني، انا كاتبه هنا الاسعار، كاتبينه ب 12 ونص. الباكيته دي ب 12 ونص. فالباكيته بصراحه بتنفعني جدا وبتوفر عليا حاجات كتير جدا. والملح اوقات كتير قبل ما ابدا اجيب الباكيتات دي كان بيخلص عندي وببقى محتاسه والله العظيم. فبتغني ورخيصه وحلوه وبتوفر معاكي. يعني انا اشوفه من قبل رمضان اللي فات كان من شهر 3 واحنا اللهم بارك في شهر 11. فشايفين الوقت ده كله غير اني خرجت منها غير فاللهم لك الحمد. دي ب 12 ونص. تاني حاجه الكرومبايه، وريتكم امبارح اول امبارح في فيديو من يومين، فيديو المشتريات، كان الكرومبايه اللي انا جايباها ب 12 جنيه. هي دي كرومبايه تانية انا بحب اجيب. دي اللهم بارك كرومبايه تانية غيرها. انا بحب اجيب الكرومبايه الاولانيه اللي انا وريتها لكم دي، انا عملتها اللهم لك الحمد بالف هنا وشفا يا رب. عملناها وكلناها في يوميها. تاني يوم عملتها، تاني يوم اللي هو امبارح. دي بقى اللهم بارك ب 12 جنيه بردك، متوسطه حلوه اللهم بارك. اهي الكرومبايه لا ب 15، اسفه، الكرومبايه ب 15 جنيه اهي. 15 جنيه يعتبر سعره هو اللي واقف شويه. اللي انا اتصدمت منه، اتصدمت حقيقي اقسم بالله. السمك من كام يوم بس مش كتير، شايفين حجم السمكية قد ايه؟ من كام يوم بس مش كتير كان السمك ب 35 جنيه وب 30 جنيه، وكان السمك اللي هو الواو الكبير بقى، عارفين اللي هو كان حلو جدا. المفروض نازلين قلنا نجيب سمك وكده، علشان خاطر ما بقى الشهر اللي فات ما جبتش سمك. لقيت السمك دي اصغر حاجه ب 35 جنيه. انتوا متخيلين الحجم ده؟ ب 35 جنيه.
والله العظيم يعني انا زوجي لما جه بيقول لي قلت له ما كنتش جبت احسن، يعني اللي هو انا ادفع في السمكه دي 35 جنيه ليه ما اعرفش. فاللهم لك الحمد. بألف انا وشفا دوت. السمك ده احلى في الشوي، بيبقى في الشوي احلى بكتير جدا من القلي، لاني في القلي ما بيبقاش فيه لحمه كتير، فاهمين قصدي؟ فقلت اللهم لك الحمد هينفع برضو في وجبات وكده. في بقى الليمون، قلت لكم انا جبت يعني المشتريات اللي فاتت 3 كيلو ب20 جنيه، جبت كيلو ونص كمان بال10 جنيه. بينفعني جدا والله العظيم، حلو جدا. انا يعني ما بستغناش عنه بصراحه، بصوا ما بستغناش عنه ابدا، ف حلو جدا ما شاء الله. فقلت هجيب كده كل ما انزل كيلو ونص ولا حاجه، وابدا ان انا اجمع كميه زي السنه اللي فاتت. كنت مجمعه تقريبا بتاع 6 كيلو، كفوني يمكن اكتر من سنه. عندي منه كام حبايه كده في الفريزر. السمنه عندي خلصت تمام كده. فقلت يعني على ما الشهر الجديد بامر الله يجي، بامر الله يا رب، يعني كلها كام يوم. قلت اجيب بكيس تقضيني كده، يعني ممكن مثلا استعمل كيسين واشيل كيس عشان الشنطه. اللهم صل على النبي. الكيس ب2 جنيه ونص اهي، كيس السمنه ب2 جنيه ونص، جايبه التلاته ب7 ونص. بتبقى حلوه، بتنفع يعني عارفين طبخه او طبختين على حسب الكميه، فاهمين قصدي؟ فدول ب7 ونص. والمكرونه مكرونتي دي كنت جايباها قبل كده، واللهم صل على النبي شلت منها كيس واحد، فجبت كمان كيسين على المكرونات والشعريات اللي عندي ان شاء الله لرمضان. فقلت كمان ايه استعمل منها واحده واشيل واحده كمان بامر الله. كيس الصلصه، انا يعني بصراحه الصلصه بتوفر معايا جدا في الطماطم، فبحب اجيب برطمانات من التموين. فالبرطمانين اللي كنت جايباهم وعامله حسابي ان انا اشيلهم لرمضان، الحمد لله اتفتحوا بصراحه، يعني عشان اكون صادقه معاكم. فقلت يعني ايه اجيب، والشهر الجاي احاول ان انا اجيب 3 4 برطمانات واشيلهم، اشيل 2 أو 3 واخلي واحد وهكذا، فاهمين قصدي؟ فجبت الكيس دوت. الكيس ده عامل 7 جنيه ونص من سوبر ماركت عاشور. قاها حلوه على فكره مش وحشه. والعين اللي انا كنت جايباها تحفه. فيديو السوق اللي انا كنت مصوره فيه، الست اللي انا يعني كنت مصوره عندها التوابل ب5 جنيه اهي. انا حبيت ان انا اجيب بقى، لان بصراحه التوابل عندي بدات تخلص، اللي عندي كلها بدات ان انا اطحنها وداخله كده عليها. فقلت لا خليني اجيب واشيل من بدري بدري كده، زي ما وريتكم في فيديو خزين رمضان ان انا بحب اجيب التوابل واخزنها لرمضان. دي ب5 جنيه الكيس، ده ب5 جنيه، والشطه دي ب5 جنيه، الكيس ده ب5 جنيه، والفلفل الاسمر دول ب5 جنيه. شفتوا يعني اما وريتكم فيديو الفلفل الاسمر اللي فات كان هو ضعف الكميه ب10 جنيه، كان هو عايز يزودي ب15 فانا خدته ب10. ده ب5 جنيه. بس كويس انه حصى. الفكره في انه حصى ان انا بزود عليه ملح فبيضاعف لي الكميه، اللهم بارك. المشتريات دي كلها بكام يا اسراء؟ المشتريات دي ب142 جنيه، الشعريه ب5 زي ما قلت لكم يعني الاسعار. والباكيته دي ب12 جنيه، والله بتنفع جدا وبتوفر جدا. السمك يمكن هو اغلى حاجه اهوت ب12 جنيه، قصدي ب35 جنيه. والله ده كان بيبقى ب10 جنيه وب5 جنيه، ومش لاقي اللي ياخده غير الناس اللي هي بتحب تشويه بقى هوايتها يعني، واللي اصغر منه. اللهم لك الحمد على كل حال. عرفوني الاسعار عندكم عامله ايه، لان بجد اسعار السمك اللي اتفاجئت منها النهارده جدا جدا جدا. فاللهم لك الحمد. هاتوا الباكيتات الملح دي وخزنوها، والله حلوه. والملح طبعا لا بيسوس ولا بيدود ولا بيبوظ ولا اي حاجه، قعديه مهما تقعديه بالسنين بيفضل زي ما هو. بس ده كان فيديو المشتريات النهارده. هنزلكم كمان فيديو مقطع كده لفيديو مشتريات من مكان زي ما قلت لكم كفر شكر، وهعرفكم الاسعار فيه. ده بقى المقطع. البسله هناك عامله 12 جنيه ونص، ال2 كيلو دولا ب25 جنيه، بس شكلها اللهم بارك حلوه جدا وخضره جدا. البرتقال ال4 كيلو ب20 جنيه، يعني الكيلو ب5 جنيه، وناعم، القشره ناعمه ومسكر. يعني انا سالتها بصراحه مسكر ولا لا او كده، قالت لي جميل جدا. الفلفل الكيلو وربع ب10، الكيلو وربع يعني ب8 جنيه، حلو جدا. والبلح الاحمر ده انا بصراحه ما اعرفش حامي ولا لا، بس تحفه. والجزر الكيلو ونص تقريبا ب10. والبطاطس الكيلو وربع بردك ب10. الخيار بقى اللي اتفاجئت بصراحه بسعره ب5 جنيه عندها، وحلو جدا اللهم بارك. والطماطم ال3 كيلو ب10 جنيه، بس حلوه قوي ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا يا رب ليها. فرق الاسعار بين كل مكان والتاني، وعرفوني الاسعار عندكم عامله ايه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. مع السلامه.